المجرم عاطف نجيب قال ما دخلوا بالقصة كلها يا الزلمة. قال الزلمة هو كان فاعل خير كمان، لكن اللي ما بيعرفوا لهالخنزير بيقول حاله بريء. هلا تعالوا اسمعوا على شو اعترف. قال ما دخلوا الزلمة. اسمعوا اشو قر واعترف الحيوان ابن الحيوان. صار الامن السياسي يعني قبل الثورة؟ لا بعد الثورة. بعد الثورة أنا ما كنت 3 أيام، أنا قعدت سيارة القاضي. الثورة طلعوا يوم الجمعة، سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، بعد الظهر، بعد ما صار المشكلة أنا ورئيس مكتب الأمن القومي اللواء هشام باختيار. الظهر أو الصبحيات صار خلاف أنا وياه على موضوع المعالجة، اختلفت أنا وياه. المساء بدق لي بعد الظهر وزير الداخلية وبيقول لي سؤال، قال لي عاطف شو عامل؟ قلت له خير. قال لي حكى معي كذا 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 نقلك. قلت له كتر خيركم، ووزير الداخليه بجيب لي فيكم تسالوه اذا موجود ما بعرف. طيب يا عاطف، هلا مجموعه من الاطفال اللي كانوا محتجزين مجمل اذا ما كلهم عم بيقولوا انه انت كنت موجود اثناء التحقيق معهم. فايش ردك؟ ليش هم كلهم متفقين على اتهامك؟ انا هذا الموضوع صار كله على الفيسبوك، بس هن موجودين، هن الاشخاص اللي تعرضوا بشكل مباشر. انا ما توقف عندي ولا طفل، والشيخ احمد الصياصي. طيب انت ممكن تكون شفتهم في فرع اخر. والله ما شفتهم في فرع اخر ولا عمري وتعاونتوا مع بعضكم على التحقيق ضد القاضي. هذا موضوع ما بيتعاونوا هن فيه، وما فينا نحن نتعاون معهم فيه، ولا بيقبلوا التعاون فيه. انا اجى لعندي رياض القاضي الشيخ احمد الصياصني بعد ما صار هذا موضوع الشباب اللي كتبوا على الحيط المدرسه، يمكن بفتره قليله، طلب بده يشوفني. خبروني انه بده يجي لعندك الشيخ احمد الصياصني. قلت له شو اي امت؟ قال امتى بتحدد له؟ قلت له امتى ما بده يجي؟ بالفعل يجي الظهريات. خير شيخنا؟ قال لي والله انا خجلان. خير؟ قال هالاولاد. قلت له مين الاولاد؟ قال هادون. قلت له طيب انا شو لي علاقه؟ قال بعرف، بدك تحكي لنا معهم. شلت سماعتي واتصلت مع رئيس فرع الامن العسكري العميد سهيل رمضان، ما رد بدرعه. دقيت له على رقمه بالسويدة، رد علي. سألته سؤال قدام الشيخ أحمد، وقاعد أنا والشيخ أحمد ما في غيرنا. سلمنا عليه، وكيفك يا أبو محمد؟ قال والله الحمد لله. قلنا له لك الأولاد هدول أخذتوهم بدرعة، ما حلك بقى تتركهم هذا شغلتهم هاي؟ انت فقط يعني تدخلت بوساطة مع الشيخ الصياصي بطلب منه. طيب بيقول لي كلمة، قال لي والله انا صاروا فرع فلسطين قدام الشيخ احمد. قلت له ولو هذا الموضوع بده فرع فلسطين؟ قال والله هيك امر رئيس الشعبيه. قلت له يعطيك العافيه. سكرت له سمعت شيخ؟ قال لي ايه. شكرني، كفى كاس الشاي وحمل حاله وراه.